النرجسي عايز مني ايه؟ هقولك هو عايز منك ايه وهقولك الحل ليه. بصراحه انا جايه هنا عشان اقول لكم حلول، مش هاجي اوصف لكم النرجسي بيعمل معاكم ايه لانه معروف، لكن انا جايه اقول لكم حلول وجايه اقول لكم ازاي نتعافى من علاقتنا بالنرجسي سواء راجل او ست. واقول لكم حاجه كمان، ان احنا لو احنا عايشين معاه هنتعامل معاه ازاي. الفيديوهات دي انا عاملاها صدقه جاريه ليا والبابا الله يرحمه. طيب النرجسي عايز منك ايه؟ اول حاجه للنرجسي، انا بتكلم على راجل او ست، هيكون اختياره ليكي ان هو يعمل اسره، فهيختارك بمقاييس حلوه قوي اللي هي المقاييس اللي قال عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام: تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها واصفر بذات الدين. هيختارك ما شاء الله ولا قوة إلا بالله زي ما الحديث النبوي قال بالظبط. وهيختار تعليم، هيختار عيلة، هيختار مركز، هيختار أدب، أخلاق، جمال، مش هيسيب حاجة. ليه؟ عشان هو عنده نقص في حياته بيكمله بوجود أسرة، ولازم في المجتمع يقول أنا مناسب الشخصية الفلانية، أنا سايبي ساكنين هنا، أنا كل حاجة هيحطها بيكي وبعيلتك وبتعليمك وبجمالك وهيستفاد منك. طب خلاص حصل عليكي بقى واتجوزك وخلاص وقعنا في الخية، هيبدأ بقى خلاص هو وصل للي هو عايزه، عمل عيلة وخلف أولاد وكله تمام. عايز بقى انا صفاتي كنرجسي احطها فيكي وانتي تبقي زي ازاي؟ هو عنده عقده منذ الطفوله، اكيد معقد من اب او ام، عاش في حياه معقده، فهو عايز يحول التعقيد ده ليكي، فهيبدا يدمرك انتي نفسيا. طب هو بيعمل كده ليه؟ هو هتلاقيه في احيان كتير النرجسي او النرجسيه بيقولوا ايه؟ ويتباهوا بكل حاجه فيها اخلاقيات منافيه للدين. هيقول لك ايه؟ انا مش بصلي، ما يهمش، وتيجي تقولي له صلي يقول لك لا مالكيش دعوه انت، انا لا اتحاسب، انا مش بصلي. هيجي يتباهى بقطع صله الرحم. يعني هتشوفي النرجسي قدامك بيقطع صله الرحم وما بيبرش ابوه وامه، بيبقى عاق ليهم، وهتشوفيه قدامك قدام عينك ممكن يكرش اخته قدام عينك. فتأكدي تماما ان الصفات بتاعه النرجسي اللي هي مش طبيعيه، من قطع صله الرحم، من مثلا بتصلي ما فيش صلاه مش عايزك تصلي، صوم لا مش عايزك تصوم، بتتصدقي هيستهزأ بيكي بكل الامور دي، بتقري قران ليكي ورد قراني معين هيستهزأ بيكي ويسخر منك. ليه؟ عايزك تبقي زيه، اللي هو ما فيش صلاه، ما فيش صوم، ما فيش صله رحم، قطع صله الرحم، عشان يوصل بيكي لايه؟ ان هو يدمرك في الدنيا ويدمرك كمان في الاخره، تبقى انت زيه، لان هو معدوم الحاجات دي، مفيش عاطفه، مفيش اخلاقيات. انتوا اللي عايشين مع النرجسيين هتقولوا لي ده. انا بقى نصيحتي ليكي اوعي توصليه للي هو عايزه من تدمير نفسيتك. لا، احنا مش بنتدمر خالص، احنا مشكلتنا الناس اللي معرفتش ان هي عايشه مع نرجسيين، اتفاجئت دلوقتي من الفيديوهات. جزا الله كل خير اللي بيعرفنا طبيعه النرجسيين، لان هم بيعملوا خلل نفسي عندنا، فاحنا مش بنفهم هم طب ليه؟ الدنيا حلوه وكل حاجه تمام والعيشه حلوه واحنا كويسين، ليه في مشكله تملي قائمه؟ ليه في تقصير مني؟ عشان في حياتك نرجسي انت ما عندكيش تقصير، انت هتكملي اللي انت بتعمليه من صلاتك وصيامك وقراءتك للقران، عدم قطعك لصله الرحم. ما تسمعيش كلامه لما يقولك اهلك دول امك وابوك ابعدي عنهم، بيكرهوكي، طماعين، مش مظبوطين، ابعدي عن اخواتك بيسرقوكي، كل الكلام ده كذب. وما تعمليش، نصيحتي ليكي ما تعمليش حاجه من النرجسي عايزك تعمليها، لان هو عايزك تخسري الدنيا وتخسري الاخره. انا غاده اتمنى لكم السعاده، اسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.